السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا الفيديو النهارده بقى كان كله كده ايه يعني. بصوا الشغل فاخر من اخر زي ما بيقولوا. اول حاجه صحيت عند ماما، فطرت، وبعد ما فطرت رحت قلت لا لازم بقى ايه اعمل لها كده تغيير في الشقه، اللي هو تحس ايه يعني، تحس بوجودي بمعنى اصح، اللي هو كل ما اجي كده اللي هو البنت دي لما بتيجي بتغير لي كده حاجات في الشقه، بتظبط لي كده حاجات في الشقه. فقلت بقى ايه، انا هقوم اظبط لها بقى ايه الدنيا كده. انا اصلا كنت يعني حاسه ان لا في الشقه فيها حاجه عايزه تتظبط. كانوا هم اصلا قبلها عاملين اوضه الاطفال كده، كانوا مظبطينها بصراحه وعجبني شكلها جدا. غيروا فيها يعني حاجات يعني نقلوا السرير من مكان لمكان كده يعني. ونقلوا مثلا الكيمود الدولاب في اوضه الاطفال. فقلت لا انا برضه هظبط لهم الدنيا هنا. اول حاجه قلت لها بصي انا هعمل ايه، انا هشيل تلبيسه الركنه دي ونحطها في الغسالة تتغسل. وهي بقى بصراحة ماما خدت برضو السجاد بتاع الصالة، غسلته، وخدت كمان سجاد أوضة النوم برضو غسلته. فطبعا أنا بقى ايه مسكت هنا بقى كده الركنة التلبيسة، يا جماعة بتحافظ على الركنة حلو جدا. ولكن الألوان دي بالرغم ان هي غامقة بس بيبان فيها التراب جدا، يعني الكحلي الرمادي الحاجات دي. الالوان دي بيبان فيها التراب بطريقه غريبه، انا مش فاهمه ازاي. عايزه اقول لكم والله يا جماعه لما الركن اتشالت لونها ما كانش عاجبني. يعني لما انا وانا بشيل التلبيسه اللون ما كانش عاجبني. بمجرد ما التلبيسه اتحطت واتغسلت اللون فعلا اختلف في حته تانية خالص. يعني لما اتغسلت نورت. فعرفت بقى من هنا ان هي لا هي بتلم تراب، وما ينفعش ان يعني الالوان دي لا، بالرغم ان هي غامقه بس بتلم تراب. سبحان الله الالوان فاتحه ما بتلمش تراب كده. ومش عارفه ممكن اكون غلطانه، فمش عارفه، ما جربتش. بس ده يعني الكحلي هو لون غامق بس حسيته بيلم تراب كتير. الرمادي بقى اللي هي حاطاه بتاع الركنه ده حلو وكل حاجه، بس ماما بتقول لا خايفه عليه ان هو يتبهدل. فقالت لا انا هخليه لازم يبقى فيه تلبيسه للركنه وكده. شلت بقى السميد، كنا بنفطر سميد وشاي بلبن، كنا محطوط على الركنه. المهم بقى بصوا طلعت عيني عقبال لما شلت آه الحاجه من الركنه. بقيت اشيل بقى المخدات الصغيره والمخدات الكبيره. لا هي ما عندهاش مخدات كبيره، قصدي يعني اللي هي بنقعد عليها دي المقاعد دي. برضو بقيت اطلعها واشيلها. طبعا بياخدوا وقت جدا في شيلهم. بس حبيت بقى كده ان انا اصور معاكم وانا بشيلهم علشان بس ايه تشجعوا برضو انتوا كمان لو عندكم الركنه كده قوموا ادوها غسله جامده. والله عارفين انا كمان نفسي بجد اعمل في الركنه عندي تلبيسه، بس مش عارفه هل اعمل تلبيسه احسن. قولولي اعمل تلبيسه احسن ولا اصلا اخلي قماش الركنه اصلا هو متغير، يعني اغير قماش الركنه احط قماش تاني غير القماش القماش بتاعي كده. اصلا الركنه بتاعتي حاساها عايزه تتزود اكتر، تبقى يعني تعلى اكتر. عايز اظبط فيها كذا حاجه، مش عارفه بقى هتنزل انزلها اغيرها ولا ابيعها واشتري واحده جديده. بس طبعا لو بعتها واشتريت واحده جديده خلاص، يعني انتوا عارفين الحاجه لو يعني الحاجه بتاعت زمان احسن من دلوقتي بكتير. النهارده تدفعي الحاجه اغلى اضعاف اضعاف وبرضه ما بتجيبيش نفس الخامه. يعني انا بتكلم على الخامات بجد بتفرق جدا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، اعذروني 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 لحسن انا عندي البرد جامد قاسي جدا. المهم مرضيش ان انا اطول عليكم الفيديو، بس انا طبعا شلت بقى كل الركنه شلتها كلها وحطيتها برضو في الغسالة. اتنقعت شوية وبعد كده رجعت ايه غسلتها. ماما هنا حاطه دفاية على السرير من ورا على الكوتونيه. ليه يا جماعه؟ عشان لما بيجي يعني عيله اخواتي وبنتي والكلام ده كله بجد بيحطوا ايديهم بقى على الكوتونيه بتاع السرير، فهي بتخاف عليه ان هو يتبهدل. فقلت لها بصي يا ماما خلاص بقى انا هشيله، وايه لا ما تحطيش حاجه عليه، سيبيه كده بشكله دوت. قالت لي طب عيال اخواتك وبنتك ولما بتيجوا كده، قلت لها لا مش هندخلهم اصلا اوضه النوم. اوضه النوم ما ينفعش حد يخشها. وبالفعل حطيت لهم في اوضه الاطفال التلفزيون، وبقى مثلا اي حد يجي بيقعد في اوضه الاطفال بالتلفزيون بكل حاجه، ما بي يعني ايه ما بيخرجش من بره اوضه الاطفال. بس هي اصلا بص هي مش اوضه اطفال او هي اوضه اختي ندى، يعني هي حاطه فيها سرير ودولاب وايه، يعني هي عاملاها ندى، وفي نفس الوقت اي حد يجي بيخش يقعد ايه فيها. احسن برضو ما العيال يخشوا يلعبوا في اوضه النوم دي برضو صعبه.
المهم مسكت بقى كده السرير نفضته كويس جدا. بصوا يا جماعه، هي ماما هتجيب مرتبه غير المرتبه دي عشان المرتبه دي حاساها صغيره اصلا على السرير فمش نافعه يعني. قدام ماما السرير هينطقوا المراتب اللي هي التاكي دي، احسن من المراتب اللي هي القطن دي، لا مش حلوه. ابتديت بقى جبت كده طبق وحطيت فيه ميه باريال، مسحت بقى كده مكان ايد العيال وكده. مسحت بقى الحيطه كلها كده، بقيت ايه اخدها كده. اي حاجه كده قدامي عايزه مكان ايديهم ولا كده تتمسح، بقيت ايه امسحها. المهم رحت بقى ايه، جبت برضو قلت ايه اشوف حته تانية ولا حاجه انشف بيها. بحب ان حته تبقى مثلا مبلوله، لو حته تانية ايه تشيل مثلا الميه من على الحيطه ولا كده. المهم خلصتها بقى، خلصت الحيطه مسيح، ورحت كده جبت ملاية سرير. بصوا يا جماعه، دي ملايتين اطفال، طلعوا يعني ايه ملايتين بس عايزين ايه لسرير الاطفال، بس ماما بتحطهم عندها يعني. فقلت خلاص اتصرف يعني انجز واتصرف، لاني بصراحه لونهم عجبني. وبعد ما حطيتها اختي قالت لي لا لونها مش حلو، كنت حددتي واحده يعني تليق مع السرير اكتر، مع اني والله عندها ملايات كتير. بس ما يعني في الوقت ده انا مش كنتش فاهمه ازاي لونها عجبني يعني. المهم قعدت برضو كده ظبطتها ورحت ايه عملتها. وعايزه اقول لكم ان انا بعد ما ظبطت السرير رحت زقيته بقى، بس طبعا ما عرفتش ان انا اجيبهم معاكم علشان خاطر عارفين انتوا اللي هو ايه الكاميرا فوق يعني. لما بكون مثلا حاطه الستاند وحاطه الموبايل مش بعرف اصور يعني. لا ايه اللي انا بقوله ده، مش بعرف أصور. لا مش بعرف اصور يعني. لو انا مثلا هزق حاجه ولا كده لا ما بعرفش، بخاف يعني على الموبايل وانا بزق يقع او كده. فبحاول ان انا ابعده يعني، او بقفله وبجيبها لكم بعد ما خلصت مثلا ايه الحاجه. عايزه اقول لكم اعذروني معلش، ملخبطه النهارده، كلامي ملخبط خالص خالص خالص. عشان عايزه اقول لكم ان الفيديو ده بيسجل لكم الساعه 4 الفجر علشان خاطر الحق انزله، علشان انا بقالي كذا يوم، انا ده رابع يوم مثلا ما نزلتش فيه فيديوهات. وانا عارفين اللي هو ايه، عايزه احاول على قد ما اقدر ان انا ابقى يعني مستمرة في تنزيل الفيديوهات. فادعموني بالله عليكم، حطوا اللايك ووقفوا جنبي وفي ظهري كده، عشان انا عارفة ان انا اختكم وانتم مش هتسيبوني في يوم من الايام. انا هكبر يعني بعد ربنا هكبر بيكم وبدعمكم ليا وبوقفكم معايا. يا بجد احلى اخوات في الدنيا بجد، بستنى تعليقاتكم جدا لان هي بتفرق معايا وفي يومي وفي كل حاجة بصراحة. زي ما انتم شايفين خلصت كده السرير وظبطته كده. وهبتدي بقى كده احط كمان الدفايه. الجو ساعتها في الوقت ده والله كمان كان سقع كده، واحنا اصلا بنحط الدفايه عشان اللي بيسالني ليه الدفايه في الصيف يا لوزه، علشان احنا يا جماعه عندنا التكييف. فالتكييف طبيعي، مين بينام في التكييف من غير مثلا ما يستغطى؟ هتقولي حد بينام مثلا مشغل التكييف وما بيستغطاش، او لا لازم استغطى. وماما برضو نفس الحكايه يعني، في الاوضه دي برضو كان فيها تكييف، فلازم تحط دفايه عشان تستغطى بيها يعني. ظبطت كده برضو المخده وحطيتها. بصوا هي ان شاء الله ماما هتجيب زي ما انا قلت لكم، هتجيب المرتبه وهتجيب برضو المخدات دي يعني. فظبطنا كده كل حاجة، وهبتدي ان انا اروح بقى على المرايات. انا بحب قوي امسح المرايات، بحب كده، بحس ان الاوضه اللي فيها المرايات لازم تتمسح عشان خاطر المرايات بتدي جو كده في الاوضه حلوه قوي. رجعت بقى كده المخدات دي، ما كنتش لاقيه الخديات بتاعه الملايه. فقلت بقى ايه مش مشكله اسيبهم كده لحد اما ماما تيجي وتقولي هما فين يعني. بصوا عارفين لو هو برضو البيت يعني، علشان برضو انتي مش متواجدة فيه كل يوم، فمش عارفة كل حاجة فين. مع اني والله قبلها بيوم بالليل احنا مسكنا الدولاب انا وماما واختي، عملناه دواليب البيت كلها بقى، مسكناها نضفناها ورتبناها بقى كده، وحطينا بقى كده كل حاجه مكانها، والحاجات اللي هي مش عايزاها خرجناها بره. فبصراحه اليومين اللي انا قعدت فيهم عند ماما خلينا الشقه بصراحه فل بالبيت كله. البيت كله بقى مسحناه وروقنا. وحتى ماما قالت لي طب احنا نجيب حد يمسح السلم كده، قلت لها يا ماما لا احنا هنمسح، احنا هنعمل كل حاجه. وبالفعل اللي بصوا يعني البيت اللي فيه بنات ما شاء الله بيبقى عام يعني، في كل حاجه حلوه. ايد على ايد ساعدت انا واختي. اختي عملت اوضتها اللي هي اوضه الاطفال، وانا عملت الاوضه دي. ماما بقت تعمل حاجات في المطبخ وتعمل لنا
الاكل كان عشان في شقه فوق ماما بتتوضى بيه يعني وكده، بيعملوا اكل للعمال فوق. فكانت كلنا كنا واقفين وكلنا بنساعد بعض، وعارفين بقى احساس ان احنا في الاخر بقى قعدنا كده وبصوا، يعني في الاخر قعدنا بقى واحنا مرتاحين نفسيا بصراحه. مسكت بقى كده المرايه، ابتديت بقى ان انا امسحها كويس جدا بحبه ميه بقى وحبه قري البساط قوي، لان هي برضو كانت من ايد العيال متبهدله. وشلت بقى الازاز برضو بتاع التسريحه كده، ومن فوق بقى كده ومن تحت كل حاجه بقى ابتديت ان انا امشي عليها الفوطه بالميه. الفوطه بالميه يا جماعه في اي حاجه قدامك هتشيل بس التراب. اهم احنا مفيش بيوت مش نظيفه، بس البيوت فيها تراب. يعني انا بحس ان هو المشكله في التراب. امسحي بس التراب من على الحاجه ونفضي من على الحاجه كل يوم، هتلاقي بيتك فله شمعة منوره. يعني بس ايه، لو انت بس تاخدي من نفسك 5 دقايق كل يوم تعملي تشيلي بس التراب من البيت كله، هتلاقي بيتك مفهوش تراب. ولكن احنا برضو مش عايزين نضغط على نفسنا. انا قبليكوا والله العظيم بيجي عليا اوقات فعلا مش قادره اعمل اي حاجه، ببقى نفسي اقوم اعمل الشقه واقوم اوضب والكلام ده كله، بس حرفيا مش بيبقى ما ببقاش قادره. خلصت كده بقى المراية التانية وبمسح بقى المراية اللي هي الطويلة دي. طبعا في غلطة هنا يا جماعة، يعني في التسريحة المفروض ان المراية دي بتبقى في الجنب، آه، واللي هي الدرف دي تبقى من ورا. بس هو الراجل بقى عملها غلط، بس مش مشكلة يعني حصل خير. هنا ماما بقى ايه، بعد ما خلصت اول سجادة راحت قالت لي ايه هاتي بقية السجاد. رحت بقى ايه مسكت بقى السجاد كده اهو زي ما انتوا شايفين، وشلته لها بقى ورحت اديته لها، قلت لها خدي يا ماما بقى. راحت ماما ايه غسلته. هنا بقى الشكل النهائي للأوضة يا جماعة. طبعا انتوا شفتوا السرير في الأول كان فين، تمام. هنا بقى لما حطيناه في الجنب طبعا الاوضه وسعت زي ما انتم شايفين. قولوا لي بجد ايه رايكم. رشينا بقى كده المعطر وحطينا بقى ايه البوفين دول. بجد محتاجه اعرف رايكم في الاوضه بعد التغيير الحلو اللي فيها ده. والله بقى على اوضه ماما، انا حاسه اني بحب لون الاوضه قوي قوي قوي. وكده كانت الاوضه خلاص الشكل النهائي خلص. حطينا برضو الحافظه اللي في الارض دي عشان طبعا السجاد اتغسل. بس طبعا الفيديو ده متصور بقاله كذا يوم. لما جيت بقى عند ماما لقيتها ماما راحت حط السجاد تاني. لو عرفت اصور لكم بكره هصور لكم، لان انا برضو بسجل يعني الفيديو ده بصور بقاله اسبوع، لان انا النهارده الخميس عندها برضو بس بسجل وانا عند ماما. كده بوريكم ان هنا برضو حطينا الحافظه دي، يعني عشان خاطر الاوضه وسعت. حبيت قوي شكل الاوضه لما وسع. يعني انا حاسه ان سبحان الله السرير لما اتحط كده على جنب وسع الاوضه تماما تماما تماما. شوفوا يعني ارجعوا للفيديو من الاول وخليكم في الوقت دوت، هتلاقوا ان لا الاوضه وسعت ولا فعلا التغيير ده كان حلو. وهنا بصوا بقى ركبت بقى ايه الركنه، وبصوا بقى طبعا لونها بان ازاي. بصراحه شكلها بقى احلى بكتير بكتير بكتير. وفرشنا كمان الحافظه دي، يعني ادت برضو الشكل. هي يمكن حافظة مش لايقة شوية مع الركنة، ولكن ماما هتجيب واحدة تانية. فكده يعني حسينا ان كده برضو ايه نفرشها بس عقبال ما نغسل برضو السجادة. مش عايزين ما كناش عايزين نسيب ان الارض متبهدلة وكده. طبعا ماما هنا كانت خلصت بقى كده الصلصة. عايزة اقول لكم ان الصلصة دي مرتين بتتحرق، اتحرقت مننا مرتين او 3. كل ما نيجي نعمل صلصة المكرونة تتحرق ننساها على النار وتتحرق، ننساها على النار وتتحرق. فدول كانوا اخر حبة صلصة كده خدناهم من الحلقة. قلنا مش هنعمل صلصة تاني، قلت لها لا ما تعمليش تاني. عملنا مكرونة وماما بعتت جابت ايه فراخ مشوية وعيش بقى ورز بسمتي. قالت انتوا تعبتوا بصراحة تستحقوا ان انتوا ان احنا نجيب اكل بقى ايه من بره. هنا بقى بصوا العيش بقى اللي بيبقى على الفراخ بيبقى بصراحة حلو قوي يا جماعة. طلعنا بقى كده العيش وابتدينا نجهز الاكل انا واختي. هنحط بقى الفراخ لوحدها والرز برضو لوحده في اطباق، عشان احنا بنحب ناكل كده. يعني بنحب ناكل مش نحط كده وخلاص، لا بنحب نظبط كده الاكل علشان ناكل كده بارتاحيه كده واحنا مرتاحين. بنحب نقعد ناكل بقى قدام التلفزيون. معرفش مين زينا بيحب ياكل كده قدام التلفزيون. حطينا بقى كده كل حاجه في اطباق. حطينا الفراخ بقى لوحدها ونحط الرز برضو لوحده. وهنغرف بقى كمان المكرونه. والله بصوا كنت انا في الوقت ده انا وندى بنسجل، يعني بنسجل ونصور في نفس الوقت. بس ما اعرفش ايه اللي حصل خلانا يعني الصوت طلع واطي يعني. فقلت لها لا خلاص انا هبقى اسجل عليه يعني بره يعني احسن.
بس كده. المهم كده جهزنا كده الرز. كانت كندا كل شويه تيجي يلا انا جعانه يلا انا جعانه، فما عرفناش نسجل يعني ما عرفناش نتكلم واحنا بنسجل. بس كده هنبتدي بقى نحط الرز عشان بسمتي ووقع. يعني ما ينفعش ان احنا كانت هي هتعمله زي فورمه كده، بس ما ينفعش، ما جاش مش عارفه ليه ما مسكش نفسه. فوقع، ما ينفعش ان هو ايه يتعمل. وهنا بقى الشكل النهائي للاكل. يعني اتمنى الفيديو يكون شجعكم، واتمنى كده ان الفيديو يكون عجبكم. فيديو النهارده خلص. لو انتي لسه ما حطيتيش اللايك اتمنى ان انتي تحطي اللايك، واسيبكم برعاية الله وحفظه، واستنوني فيديو